السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد. الفيديو هذا باش نطرقوا فيه لزوز محاور. الموضوع الأولاني هو مباراة القادمة للنادي الأفريقي ضد نجم المتلوي، والمحور الثاني باش يكون تكهنات الجولة الثامنة من البطولة. نبداو بمباراة النادي الأفريقي والمتلوي. بالطبيعة بعد انتصار النادي الأفريقي خارج الميدان ضد العمران، اليوم فرصة ثانية باش النادي الأفريقي ياخذ أكثر نقاط ويتقدم في جدول الترتيب. علاش نقول فرصة أخرى؟ رغم أن المباراة في المتلوي وخارج الميدان. في المتلوي معروفة أنه على ميدانها ديما صعيبة، لأنه فما برشا مؤشرات ومعطيات تعطي أسبقية للنادي الأفريقي في المباراة هذه. أولها أن النادي الأفريقي الموسم هذا لعب 3 مباريات خارج الميدان، انتصر فيها 3، سجل 5 أهداف وما قبل حتى هدف. بينما المتلوي صحيح كانت البداية نتاع المتلوي بداية طيبة في البطولة، لكن بعد لاحظنا أنه مردود الفريق تراجع. وفي الثلاث مباريات الأخيرة للمتلوي فيهم 2 هزايم وتعادل كان مع العمران في المتلوي، 2 هزايم بنتيجة 2-0. معناها الفريق ما سجل حتى هدف في 3 مباريات، في المقابل قبل 4 أهداف. هذا يعطي أن الجاهزية اليوم نتاع المتلوي ماهيش على أحسن ما يرام. معناها أن النادي الأفريقي قادر باش يرجع بانتصار من المتلوي إذا كان يلعب مركز ويلعب نفس التركيز اللي لعب فيه به مباراة العمران. ويظهر لي الموسم هذايا واضح أنه النادي الأفريقي كل ما يلعب خارج الميدان إلا ويعطي مردود أفضل من أنه يلعب في رادس، وهذا مفهوم نظرا للضغط الجماهيري اللي يكون موجود في رادس. كل ما لعب الأفريقي في رادس، اللي يخلي اللاعبية يمكن مكبلين، يمكن ما يعطيوش معناها إمكانياتهم الكل، فهمتني. وهذا واضح. الأفريقي معناها جاب 9 نقاط خارج الميدان من 3 مباريات، في المقابل جاب 4 نقاط على ميدانه، فهمتني. المباراة هذه ما نتصورش فوزي البنزرتي باش يغير برشا في التشكيلة، لأنه المعروف على فوزي البنزرتي ما يغيرش التشكيلة نتاعو، خاصة وقت اللي يكون منتصر. ولو أنه معناها فما بعض النقاط اللي لابد أنها تتغير في النادي الأفريقي، فهمتني. كيما مردود المدافع الأيمن زعلوني، معناها ما نستنوش حتى نهار اللي يتسبب لك في هزيمة ولا باش تبدلوا. معناها واضح ماهوش يعطي في المردود المطلوب منه في المباريات الأخيرة كل. وهنا كان يلزم يعطي المدرب المعوض نتاعو اللي هو رمضان لاعب جرجيس، لازم يعطيه الفرصة نتاعو. مادام الجهة اليمنى ماهيش تعطي في المردود المطلوب منها، لابد من التغيير في المستوى هذاك. على كل حال احنا نستنى المباراة، شوفوا شنو باش يصير فيها، وبعد ان شاء الله توا نحكوا عليها بالتفصيل. نتعداو ان شاء الله للجزء الثاني من الفيديو هذا اللي فيه معناها تكهنات للجولة الثامنة. الجولة الثامنة باش تنقسم على 3 أيام، بداية من اليوم السبت، اللي فيها مباراة 2 مباريات فيها، اللي هي مباراة القروان وجرجيس. القروان بعد انتصار في ملعب سوسة يواجه جرجيس اللي خارجة من هزيمة ضد المستير في جرجيس، ولو أنه الهزيمة فيها وعليها. يعني الهدف نتاع المستير كان مسبوق بمخالفة. على كل هنا يمكن المباراة هذه باش تكون فيها تنافس كبير، ويظهر لي التعادل الأقرب، معناها نحطوا فيها 0-0. المباراة الثانية هي جابس مع صفاقس.
صفاقس يتحول لجابس وهو منتشي بانتصار اللحظات الأخيرة ضد بنجردين. نتصور باش تتواصل النتائج الإيجابية نتاع صفاقس ونحطوا 2-1 لصفاقس، انتصار صفاقس في جابس، خاصة أنو جابس ماهيش تمر بفترة باهية وتحضيراتها ما كانش كيما يلزم. نتصور صفاقس باش تاخذ نقاط المباراة هذه. نمشيو الأحد غدوة الأحد إن شاء الله عندنا مباراة المتلوي والنادي الإفريقي. هنا نعطي النادي الإفريقي باش ينتصر هدفين مقابل 0، هدف في الشوط الأول وهدف في الشوط الثاني، ولو فيها شوية عاطفة. أما منطقيا النادي الإفريقي قادر يرجع بانتصار من المتلوي. المباراة الثانية غدوة تكون بين بنجردين والعمران. هنا منطقيا باش بنجردين باش تربح 2-1، لكن نمشيو شوية عاطفة نعطيو 0-0 ونقطة لبنجردين ونقطة للعمران. بقية الجولة إن شاء الله نهار الأربعاء القادم، نظرا لمشاركة الترجي النجم الملعب التونسي والمستير في المسابقات الإفريقية. المباراة الأولى باش تكون بين الترجي والأولمبي البيجي. بصراحة بيجا معناها الموسم هذا بعيد كل البعد عن عنا سق نتاع الرابطة المحترفة الأولى، حتى ما نقولش على المنافسة، حتى في النسق معناها ملاعبية بعد بصراحة. معناها ضد الملعب التونسي كان مستوى ضعيف برشا. مع الترجي في تونس معناها باش تكون الأقرب باش تكون نتيجة عريضة للترجي. نتصور 3-0 للترجي إذا كان مش أكثر. المباراة القادمة بين سليمان والنجم الساحلي. ذوري النجم الساحلي تعدى بفترة خايبة وتوالت الفترة الخايبة نتاع النجم الساحلي. يظهر لي بتغيير الأجواء تغيير المدرب باش يعمل لابد باش يعمل رياكسيون في سليمان، خاصة أنه سليمان مازال ما الجمعية تحسها ما يشد روحها. سليمان نتصور النجم الساحلي باش يعود بانتصار بهدف مقابل 0 ولا 2-0 من سليمان. المباراة الثالثة باش تكون بين الملعب التونسي ومستقبل مرسى، وهذه نتصور باش تكون مفاجأة الجولة. مفاجأة الجولة مستقبل مرسى باش ينتصر على الملعب التونسي، هذا حسب التكهني. المباراة الأخيرة باش تكون بين المستير ونادي الرياضي البنزرتي. هنا المستير راجع بانتصار من خارج الميدان. نتصور باش يوصل النتائج الإيجابية وباش ينتصر ب2-0 ضد نادي الرياضي البنزرتي. هذه تكهنات، نشوفوا المباريات ومن بعد نحكموا. بالطبيعة وصلت البطولة للجولة الثامنة، بدات ملامح البطولة تتوضح. بدينا نشوف هنا الفرق الحاضرة، هنا الفرق اللي تنجم تنافس السنة على المراتب الأولى، وهنا الفرق اللي باش بين قوسين باش تعاني في الموسم هذا، وخاصة أنه الموسم معناها نظام البطولة السنة فيه 3 فرق معناها باش ينزلوا، باش يكون تنافس كبير سواء في أعلى الترتيب وإلا في أسفل الترتيب.